أحرزوا هذا اللاعب. إذا يطالع المرمى، يغازل الشباك، بل يتوسل للشباك، وعسى أن تستجيب له في لحظات أخيرة من جانب مختار بن موسى. ننتظر ونترقب هذه اللعبة. مختار بن موسى يلعب العرضية ورأسية وفي الجول. جول لاتحاد الجزائر. نعم ما ينبع مختار بن موسى توسل للشباك، فكان الرد الشباك بهدف أول وفرحة أولى تنفض مدرجات ملعب المباراة بعدما طال الانتظار لهذا الهدف، وأخيرا تكتحل العين بهدف أول لأصحاب الدار، وتستطرب المدرجات فرحا وطربا بهدف أول يأتي لاتحاد الجزائر. طال انتظاره لأكثر من 40 دقيقة، وقلنا يا جماعة مباراة لو يأتي فيها هدف تتغير ملامحها. شوف العرضية الرأسية في المتابعة، وبعد ذلك المعانقة للشباك، والهدف الأول لأصحاب الدار بعد أن طال إكرام الضيوف. طالت، ولكن أخيرا فريق اتحاد الجزائر يكرم الضيف الكبير بهدف أول، وتابع رأسية في المرمى مباشرة. كل الكرات الثابتة في مثل هذه المباريات بمثابة فرصة، وهنا كالشعل المضطرمة، وكل ظروف يستطيع أن يتعامل معها فريق اتحاد الجزائر بدكة البدلاء الموجودة. لمسة هنا تأتي أمامنا ومحاولة للتقدم للأمام، الانطلاقة حاضرة مباشرة في الأمام، تمريرة ملعوبة والكرة تصل للخطيرة. مزيان يتقدم والتسديدة، يا للجمال يا مزيان، يا للجمال يا مزيان. هدف مزيان من لاعب مزيان، من لمسة مزيان لجمهور مزيان. كورة ما أجملها، وهذه المرة تنفض شباك الشناوي، ومزيان قال للشناوي صعبة عليك يا الشناوي. يا للجمال على هذا الهدف، يا للجمال على هذا الهدف، لكرة عانقت الشباك وفرحة عانقت المدرجات. هدف ما أجمله من مزيان. لعبة ما أجملها، لعبة ما أروعها، من أجمل ما يكون يا مزيان. شوف الاستلام حاضر أمامنا، تقدم في الأمام، نظرات ارتمت للشباك، وتسديدة بعد ذلك ارتمت وعانقت الشباك بصورة جميلة، بصورة ما أجملها. وصعبة يا الشناوي الكرة الماضية، صعبة يا الشناوي. لعبة من أجمل ما يكون، من أجمل مهارة رائعة، وهو عوض الكرة الماضية التي ضاعت بمهارة، وكأنه كان يقول صبرا ورد هدفا، وهنا